واحد المرة يعني أنا كنت مسكين اسمه زوجها رحمه الله وقع لها نزيف. الشيخ بقي وفيا. لا سبحان الله. وقع لها نزيف بعد 10 أيام. عملت له التليفون قلت له دكتور المدام كذا وكذا، قال لي جيبها لي من كل دار توليد. الوقت اللي خرجت أنا جبت الطاكسي ورحت للسوبر لقيته سابقني استنى فيا بعد 10 أيام. شوف يعني نقدر نعرضكم في دار الشيخ، نقدر نعرض انا الاساتذه هات واحده علماء فيه. لا استاذ الدكتور استاذ الحضاره الاسلاميه جامعه دمشق، مسيحي اسمه جورج حداد. الدكتور جورج حداد وكبير، لما يتكلمنا عن الحضاره الاسلاميه تقول هذا موش اسلامي برك زي شويه دخل. يحكينا على معركة اليرموك بين المسلمين أو الرومان. يعني هو من جملة ما قال المشكل أن العلماء العرب لا يقرؤون ما كتبه الروم. نعم. فيما يخص الفتوحات الإسلامية. قال الروم يقولوا أن سبب هزيمة الروم هي الشمس. الشمس؟ لأنه الرومان أو الروم أو الروم الضفة الغربية الآن كما يسمى الآن الضفة الغربية كانت مشرقة لنهر الأردن، والمسلمين في الضفة الشرقية. الشمس كانت قبلهم، يقول لك غلطاني لأنه الرومان عندهم هذاك الترس هذاك نتاعهم بقدر القد نتاعهم. يعني إذا كان فيها الشمس تضر المسلمين، لأن الشمس تنعكس تشرق في هذاك الترس نتاعنا وتنعكس على الجيش الإسلامي. فهمت؟ قال لي هذا وحكينا على تنقل خالد لما بعث له عمر بن الخطاب أن يتنقل من العراق إلى الشام. خالد انتقل بجيشه تاع كلام انتقل من الجيش بجيشه الحرمرم من العراق إلى الشام لمدة أسبوع. يقول هذا الدكتور جورج حداد يقول الآن كل التجارب اللي داروها العلماء لا يمكن أن يقع هذا. كيف انتقل الجيش بجيشه أخذ بجيشه في ظرف أسبوع من كذا إلى كذا. الشام. قال التجارب لدرجة أن شخص واحد بالفرس على فرسه لم يستطيع أن يقطع المسافة في أسبوع. كيف قطعها خالد؟ قال هذا أصبح سيرا لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. لأن كل التجارب اللي جاوها العلماء إلى يومنا هذا لا يمكن أن تقع. جيش ينتقل في أسبوع من عند ربي. أنا شفت حالي محمود شيخ الأزهر. جانا لا أنا رحت مشيت معاه وإنما هو سيمون ما يحبوش. أنا تصوف شيخ قال لي انت دبر راسك هذا الشيخ تاع القبور روح معاه. ولكن دار محاضره على الفتوحات الاسلاميه وخاصه في الغرب. يقول انه الغربيون يقولون ان هذه الفتوحات وقعت فيها احدى المعجزات، اما انهم هؤلاء المسلمون لم يكونوا يسيرون على الارض بل كانوا يطيرون طيران، وإن الأرض كانت تطوى تحت أرجلهم، لأنه ما فتحه في تلك الفترة القاسية لا يمكن أن تتصور. جيش حجاج يوصل حتى لأفغانستان صح هذا وبيئة لا يعرفونها، لكن ما يعرفوهاش خلاص عمرهم ما خرجوا من البيئة العربية. أقصى شيء يوصلوا للشام، هذا مكان أقصى شيء يوصلوا للعراق الجهة لا هما الغربية الشرق ما يسمى بالشرق الأوسط فقط هذا مكان. لكن شوف يوصلوا إلى باكستان إلى الهند الصين. عمر نزع القيادة من خالد وأسندها لأبي عبيدة بن الجراح، وبقي خالد ضابط في الجيش ولكن ليس قائدا. لما فتح الشام كلها بقي الشمال الشامي، لم تستطع الجيوش الإسلامية أن تتحد، لأن الشمال الشامي
يخالف كل الطبيعة اللي يعرفوها العرب، جبال وغابات وكذا لا يعرف. فأسند القيادة من جديد العمر إلى خالد، وفتح الخالد شمال الشام في سرعة فائقة. وش يقول عمر بن الخطاب رحمه الله؟ مكتوبة كلمة: رحمك الله يا أبا بكر فأنت أعرف بالرجال مني. الله رحمك الله يا أبا بكر فأنت أعرف بالرجال مني. هذا المسلمين. نحن أنا كلمت في التلفزيون المغاربة يعتبرون حد رقم واحد بتاعهم. هذا محمد.